إننا في النقابة الموريتانية للقابلات، وبعد أسبوع متواصل من إضراب القابلات عن العمل، شل أغلب المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني من مستشفيات ومراكز ونقاط صحية. نعلن توقف الجولة الأولى من الإضراب عن العمل، والتي استمرت لمدة أسبوع كما أسلفت. وقد جاء الإضراب كخطوة تصعيدية بعد أن استمدت النقابة كافة الخيارات النضالية المتاحة من مراسلات ووقفات احتجاجية وتوقف عن العمل لمدة ساعات، حيث لم تثمر كل تلك الخيارات مع الجهات الوصية على القطاع، وظلت تماطل وتتملص من أي التزامات جادة لتلبية المطالب الملحة والمستعجلة. إننا في النقابة الموريتانية للقابلات، وفي ظل اختتام الجولة الأولى من الإضراب، لنؤكد على ما يلي: أولاً، تهنئتنا لكافة القابلات وتثميننا للجهود التي يقومن بها من أجل إنجاح الإضراب. ثانياً، تأكيدنا أن ما يعانيه القطاع الصحي بشكل عام وقطاع الصحة الإنجابية بشكل خاص من ارتفاع نسبة وفيات الأمهات وحديثي الولادة، وهو ناتج طبيعي لإهمال الكادر البشري على الصعيد المادي والمعنوي. أن أي سياسة جادة للرقي بالقطاع لا يمكنها أن تتجاوز القابلة لكونها ركنا أساسيا وحجر زاوية في القطاع. ثالثا، تأكيدنا على ضرورة تلبية كافة المطالب، ومنها على سبيل المثال الحصر صرف متأخرات علاوة البعد لكافة القابلات، تكملة علاوة الخطر، منح التقدمات المتأخرة لكافة القابلات، صرف تعويضات المداومة الليلية في كافة المؤسسات الصحية من مستشفيات ومراكز. تأكيدنا أن تصامم الوزارة ومماطلتها في التعاطي الإيجابي مع الحراك المطلبي لن يزيدنا إلا إصرارا واستماتة من أجل انتزاع كافة الحقوق المسلوبة. خامسا، دعوتنا كافة القابلات للاستعداد لجولات قادمة من الإضراب والخيارات النضالية المشروعة والمبررة.